لو معاك 5 جنيه هات الايس كريم اللي قدامك دي. ايس كريم ستيك من فرايداي، ملك فراولة، سعر عامل 5 جنيه. هو معظم الايس كريم فراولة، واخر حتة كده فانيليا. قبل اي حاجة لو شفت اسم غالي عليك اعمل لايك واشترك في القناة. هناكل بقى بسم الله. بصوا، اول حاجة طعم الفراولة عامل شبه مستيكة ترايدن اللي هي بالفراولة بالظبط، يعني مفيش اي فرق. بالظبط هي بالظبط نفس الطعم، بس طعم الفانيليا جميل جدا فيها. وهيبقى تقييمي ليها 7 من 10، لأن بصراحة طعم الفراولة معجبنيش قوي. فرايداي مش بيزهق من الاختراعات يا جماعة، عاملين لي اختراع جديد، آيس كريم جيلي بالفراولة، سعره عامل 5 جنيه. هنفتح بقى الكيس، بس قبل ما نفتح الكيس لو شفت اسم غالي عليك اعمل لايك واشترك في القناة. وزي ما انتوا شايفين ده شكل الآيس كريم، بس المشكلة ان الآيس كريم سايحة شوية عشان كده بالمنظر ده. هناكل بقى بسم الله. بصوا، هو طعمها جيلي تمام، وطعم الفراولة ضعيف فيها شوية تمام، وهي طعمها كويس لحد ما. بس في حاجة، هو ايه الاختراع انك تعمل ايس كريم جيلي؟ يعني ايه الاختراع في كده؟ فانتوا لو حابين تشتروها تجربوها تمام، هي طعمها كويس، ما يعني ما اقدرش اقول انها وحش. بس انت لو عندك جيلي ممكن تعمل جيلي في البيت بفواكه، احسن بكتير قوي بدل ما تشتري ايس كريم جيلي. وهيبقى تقييمي للايس كريم 5 من 10. عملت مشروب كاكاو بارد، بس قبل اي حاجة لو لقيت اسم غالي عليك اعمل لايك واشترك في القناة. اول حاجة هتجيب خلاط، بعد كده هتنزل بمعلقة كاكاو خام كبيرة، بعد كده هتنزل بمعلقة سكر كبيرة، بعد كده هتنزل بكوباية لبن ونقطة فانيليا سايبة مش البودر، وهتضرب كل ده في الخلاط. هتجيب كوباية، بعد كده هتحط تلج، بعد كده هتنزل بالمشروب. وزي ما انتوا شايفين ده شكل المشروب. هنشرب بقى بسم الله. والله طعمه جميل جدا، يعني انصحكم تجربوه. جاكور عمل لنا طعم جديد بطعم الستيك اونيون مكرمل، يعني من الاخر كده طعم اللحمة بالبصل المكرمل. زي ما انتوا شايفين شكل الكيس، بصراحة شكل الكيس جميل جدا. سعر الكيس عامل 10 جنيه. هنفتح بقى الكيس، بس قبل ما نفتح الكيس لو شفت اسم غالي عليك اعمل لايك واشترك في القناة. وزي ما انتوا شايفين دي الكمية بتاعت الشيبسي، هو يعتبر نص الكيس، وده شكل الشيبسي. هناكل بقى بسم الله. هناكل واحدة كمان. والله طعمه حلو أوي، ما كنتش متخيل ان هو طعمه هيبقى حلو، بس الطعم اللي باين فيه اكتر طعم البصل المكرمل، بس اللحمة طعمها ضعيف فيه، بس طعمه حلو. عن تجربة اقول لك اشتريه، ولذيذ كده مقرمش. فهيبقى تقييمي ليه 8 من 10. كنت في الفرن الأفرنجي، كنت عايز آكل حاجة مسكرة بدل الكرواسون وبدل الدوناتس، فلقيت الدنش سعره عامل 10 جنيه. عبارة عن إيه بقى؟ محطوط عليه عسل، ومحطوط عليه صوص دارك شوكليت وصوص وايت شوكليت. وزي ما انتوا شايفين ده شكله. هناكل بقى بسم الله. هو أول حاجة العجينة خفيفة، تاني حاجة طعمه حلو، تالت حاجة طعمه مسكر أوي أوي، فلو انت عندك سكر منصحكش تجربه. وهيبقى تقييمي ليه 9 من 10.